السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بفيديو اليوم راح نعمل تزيين كيكة بسيطة، وراح نعمل من كيكة دائرية كيكة على شكل قلب، وراح نزينها بهذا التزيين البسيط. نبدأ بسم الله. عندي كيكة قياس 23 سنتيم دائرية بهذا الشكل، حشيتوها بكريم باتيسير، وهسه راح أبدأ أخلي عليها شوية كريمة وأعدلها. هذا ما سقل، هذا مجرد يعني شوية كريمة حتى لا يطلع عندي الفتات مع الكيك، وهم تسهل لي الشغل لأن راح نحدد عليها شلون نعمل الكيكة على شكل قلب. بهذا الشكل راح أبدأ أعمل علامة زائد على الكيكة كلها بهذا الشكل، بس على الكريمة ما أنزل على الكيك، وأبدأ أسحب الكيكة شوية على البورد حتى من أقص هذه الجهتين. مثل ما تشوفون هذه الجهة راح أقصها وأبدأ أشيلها وأخليها بهذا المكان حتى تنطيني شكل القلب، ونخلي شوية كريمة ونثبتها على هذا الجزء من الكيك بهذا الشكل. إن شاء الله تكون الفكرة سهلة وواضحة. ناخذ هذا الجزء نقصه، وراح يكون عندنا شكل نص دائرة، ونخلينه بالجزء الثاني اللي فوق اللي نص الزائد، ونخلي كريمة حتى تثبت عندنا هاي الكيكة. ونبدأ نعدل الكريمة بهذا الشكل، ونتأكد إنه التصقت عندنا الكيكة بهذا الشكل، ونبدأ نعدل الكريمة. نحن حددنا الكريمة بس على مود القلب، ونشيل هذا الجزء على شكل مثلث صغير حتى يوضح معانا القلب. وهذا الطريقة كل سهلة وما تودر كيك، يعني الكيكة كلها تصير عبارة عن قلب كبير. هسه راح نسقلها سقل أولي بسيط وأدخلها للثلاجة أو المجمدة، الأفضل مجمدة، مدة نص ساعة حتى تتماسك معايا، ومن أعمل الطبقة الثانية مع السقل يصير معايا الشغل أسهل. بعد نص ساعة أخلي كريمة وأبدأ أسقل السقل الثاني بهذا الشكل حتى تصير عندي مرتبة ومضبوطة. أول شي نخلي كريمة على الوجه ونسحبه ونعدله قدر الإمكان، وبعدين نخلي كريمة على الجوانب ونبدأ نسحبها بهذا الشكل. هسه أنا عاد أخلي كريمة بعد ما سحبت الكريمة الزيادة، لازم أتأكد إنه ما يظل عندي أي فراغ أو شيء يبين من الكيكة. هسه نبدأ نسحب الكريمة بهذا الشكل، والأفضل نخلي يمنا قلاص بينه ماي وبالسباتولا نبللها بالماي، ونبدأ نسحب الكريمة حتى تتعدل عندنا وتصير مضبوطة. مثل ما تشوفون جبتوا قلاص يمي، وكل شوية أغمس بينه هاي السباتولا الصغيرة وأبدأ أسحب الكريمة تصير عندي ملسة ومرتبة. أخلص هذه الجهة من القلب وبعدين أبدأ أشتغل بالجهة الثانية بهذا الشكل، يطلع عندي القلب مضبوط أكثر. هسه نجي على الوجه، هم نبدأ نسقله بالسباتولا بهذا الشكل، وكل شوية نغمس السباتولا أو نغسلها تحت الحنفية، ونبدأ نسحب الكريمة حتى تتعدل عندنا. عندي هذا الكيس بينه كريمة باللون الأبيض وبينه هذا القمع الدائري الصغير، راح أبدأ أعمل هذه الحركة حتى تصير عندي هاي الجهة من القلب تكون مرتفعة، من أعمل عليها الورود. راح أستعمل هذه الفورمة الروسية، أو ممكن تستعملون الفورمة الروسية اللي عملناها بفيديو سابق، عملناها شغل إيدنا، ممكن تعملوها وتستعملوها. راح أخلي بكيس الكريمة بهذا الشكل بشكل دائري كريمة باللون الأبيض، وبالنص أخلي كريمة باللون الأحمر حتى تصير عندي الوردة شكلها حلو ومرتب، ويصير عندي دمج بالألوان.
وراح أخليها بصفحة. عندي هذه هي نفسها الفورمة الدائرية الصغيرة، راح أبدأ أعمل عقد اللولي على داير ما يدور كل الكيكة من الأسفل، ينطيني شكل جمالي وكلش حلو، مجرد تنقيط يعني نقط دائرية صغار مثل الخرز. وهاي شكله بعد ما كملته، مثل ما تشوفون شكله كلش حلو، هذا العقد اللولي يطلع كلش حلو. هاي الفورمة الروسية نفسها، إذا تحبون تاخذوا له لقطة الشاشة حتى تشترون مثله أو تعملون بصحن. راح أبدأ أجرب الفورمة الروسية قبل ما أخلي على الكيكة. راح أضغط على الكيس بهذا الشكل وأرفع إيدي، راح تطلع عندي الورود بكل سهولة، مجرد أضغط وأرفع إيدي. وإذا صارت معاكم بهذا الشكل وردة مقفلة بالمقص نشيله بهذا الشكل ونعمل مكانه. أهم شي باستعمال الفورمة الروسية يكون عندنا الكريمة ثخينة وتكون باردة. عندي هاي فورمة الورقة الصغيرة، راح أبدأ أعمل أوراق للورود بهذا الشكل. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تحطون لايك وتشتركون بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وتفعلون جرس الإشعارات حتى يصلكم إشعار بكل جديد. وأهلا وسهلا بالجميع. ظل عندي شوية كريمة باللون الأحمر، ممكن نكتب أي عبارة أو كلمة نحبه بهذا الشكل على الكيك. أهم شي يكون عندنا كيس الكريمة الثقب ماله صغير، ونبدأ نكتب بهدوء حتى تطلع عندنا الكتابة حلوة ومرتبة. لأن مثل ما تعرفون الكتابة بالكريمة على الكيك صعبة، ما سهلة نفس الكتابة على الورق. وراح أبدأ أعمل قلوب صغيرة بهذا الشكل، وهذا الشكل النهائي للكيكة. وسهمكم العافية.